العيلة اللي في الصورة دي قصتهم مش بس رعبة الهند، دي خلت نتفليكس نفسها تيجي وتعمل عنهم فيلم وثائقي علشان يحاولوا يفهموا بس ايه اللي حصل. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشترك في القناة وحط سماعاتك وركز معايا علشان هنبدأ الحكاية. الحكاية دي حصلت في 2018 في منطقة في دلهي اسمها بوراري، حي شعب عادي مفهوش اي حاجة تقول ان في كارثة جاية. في الحي ده كان في بيت عايشة فيه عيلة اسمها شاندوات، عيلة كبيرة 11 فرد عايشين مع بعض في بيت واحد، 3 اجيال مختلفة، الجدة وأولادها وأحفادها. العيلة دي كانت طبيعية، جيرانهم بيحبوهم، سمعتهم كويسة في الحي ومتدينين، وعندهم محل بقالة تحت البيت بيخدم الحي كله. روتينهم كان ثابت، كل يوم الساعة 5:30 الفجر بالدقيقة المحل بيفتح، لحد ما جه اليوم والساعة بقت 6:07 الصبح والمحل مقفول. الجيران استغربوا، دي مش عاداتهم ابدا واول مرة تحصل من سنين. القلق بدأ يدخل قلوب الناس وكانوا بيقولوا ان في حاجة غلط. مجموعة من الجيران قالوا تعالى نطلع ونخبط عليهم ونشوف في ايه. وقفوا قدام الباب وقبل ما حد يمد ايده ويخبط لاحظوا حاجة غريبة جدا. الباب كان مردود مفتوح حتة صغيرة، تخيل كده بيت فيه 11 شخص نايمين وسايبين باب شقتهم مفتوح في حي شعبي. الجيران بصوا لبعض، القلق زاد، اضطروا يزقوا الباب ويدخلوا. اول ما رجليهم عتبت جوه البيت الناس اللي في الشارع تحت سمعوا صوت صريخ، مش صريخ عادي، صريخ ناس شافت حاجة عقلها مش قادر يستوعبها. أهالي الحي اتلموا وطلعوا يجروا على الشقة، والمنظر اللي شافوه هو أسوأ كابوس ممكن بني آدم يشوفه. الصالة كانت واسعة والسقف بتاعها كان فيه شبكة حديد للتهوية، متعلق في الشبكة دي 10 جثث. أفراد العيلة كلهم متعلقين، بس متعلقين مش بشكل عشوائي، لا كانوا متعلقين بشكل دايرة، والمسافة بين كل واحد منهم قد بعض بالظبط. ايديهم مربوطة ورا ظهرهم بحبال جامدة، عينيهم متغمية بقماش، ودنهم وبقهم مسدودين بقطن كتير. طيب دول 10، فين ال11؟ في واحد باقي، الجدة الكبيرة أكبر واحدة فيهم، لقوها مرمية على الأرض في الأوضة التانية، وطبعا كانت ميتة. الشرطة جت والدنيا اتقلبت، المباحث، الطب الشرعي كله وصل، وأول فكرة جت في بال الكل وطبعا جت في بالك دلوقتي، دي أكيد جريمة قتل بدافع السرقة، وخصوصا إن بنتهم كان فرحها من أسبوع والبيت كان فيه ذهب. بس لما بدأوا يفتشوا المفاجأة كانت صدمة، مفيش باب مكسور، مفيش شباك مفتوح، مفيش اي اثر للاقتحام، والاغرب ان الذهب كله موجود، الفلوس موجودة، ومفيش ابرة ناقصة في البيت. حتى لو الناس افترضت ان ده بدافع الانتقام، العيلة دي ملهاش اي اعداء، دول اطيب ناس موجودين في الحي. وهنا الخوف بدأ يتسلل في قلوب المحققين نفسهم. المنظر ده والشكل الهندسي اللي متعلقين بيه والربط والتكميم البق والودان، ده مش شغل حرامية، دي طقوس او حاجة ليها علاقة بالسحر الاسود او الغيابات. السؤال المرعب كان هل حد دخل عمل فيهم كده ولا هم اللي عملوا كده في نفسهم؟ تقرير الطب الشرعي طلع وقال مفيش اي علامات مقاومة على اجسامهم، يعني محدش فيهم حاول يدافع عن نفسه، كأنهم استسلموا للموت وهم اللي اختاروه. الشرطة بدأت تراجع الكاميرات اللي موجودة في الشارع، شافوا أفراد العيلة نفسهم ستات وبنات قبل الحادثة بيومين داخلين البيت وشايلين كراسي بلاستيك جديدة، ودي نفس الكراسي اللي لقوها وقع تحت رجليهم. وشافوا أطفال العيلة داخلين البيت ومعاهم أحبال اشتروها من محلات قريبة، نفس الأحبال اللي كانوا مربوطين بيها. يعني إيه؟ يعني العيلة دي بكبرها بصغرها كانوا بيجهزوا لموتهم بقالهم أيام. إزاي 11 بني آدم يتفقوا على حاجة زي دي في صمت تام؟ الشرطة رجعت وفتشت البيت من جديد، كان عاملين ركن للصلاة، لقوا في الركن ده مفتاح،
ولقوا معاها مجموعة دفاتر كتير. الدفاتر دي كانت عبارة عن يوميات وتعليمات بتتكتب من 2007 ليه 2007. دي السنة اللي مات فيها الجد الكبير بوبال، العمود الأساسي للعيلة، كان هو اللي بيمشيهم وهو اللي بياخد قراراتهم. ولما مات العيلة حست بضياع، ومين اللي مفروض ياخد مكانه؟ وقع الاختيار على ابنه لالايت. ولالايت ده حكايته غريبة. في 2004 حصلت له مشكلة وصدمة وفقد صوته تماما ومبقاش يعرف يتكلم. بس بعد موت الجد لالايت فجأة صوته رجع وبدأ يقول للعيلة ان روح جده بتتلبسه وان جده بيتواصل معاهم عن طريقه عشان يوجههم في حياتهم. ومن يومها العيلة دي عايشة على تعليمات اللي الروح بتقولها للابن الكبير. وطبعا الابن الكبير لالايت بيكتبها في الدفاتر اللي لقوها الشرطة، كلها تفاصيل عن حياتهم كانت بأمر من الجد الميت، لحد ما الشرطة وصلت لآخر صفحة قبل الحادثة بأيام. التعليمات كانت واضحة ومرعبة، مكتوب وصف تفصيلي لطقس، ومكتوب انهم لازم يتعلقوا بالشكل ده، يربطوا بعض ويغموا عيون بعض ويسدوا ودانهم علشان ما يسمعوش اي حاجة خارجية ويركزوا في الطقس. الهدف مكتوب انهم يعملوا كده والجد الكبير هيرجع للحياة تاني وهينقذهم في اخر لحظة قبل ما يموتوا، وهيرجع لهم روحهم ويبقوا اقوى من الاول. وعشان كده كانوا سايبين باب الشقة مفتوح وكانوا مستنيين ان الجد يدخل عليهم منه. نفذوا التعليمات بالحرف، كل واحد ساعد التاني انه يربط الحبل حوالين رقبته ويوقفوا على الكرسي، وفي لحظة واحدة محددة كلهم يزقوا الكراسي. فضلوا متعلقين مستنيين معجزة ومستنيين الجد اللي هيدخل عليهم من الباب ويفكهم. بس الجد ما جاش، والباب المفتوح ما دخلش منه غير الجيران الصبح علشان يلاقوا 11 جثة ضحية لخرافة سيطرت على عقولهم سنين طويلة لحد ما قضت عليهم كلهم. السؤال الحقيقي مش ليه ماتوا، السؤال الحقيقي ازاي فكرة واحدة لما تسكن عقل انسان تخليه يسلم رقبة اولاده بايده.